حاجتين. الناس واقفه بتقول انه زيزو ما رضيش يسلم على كابتن حسام حسن وهو خارج، هل ده حقيقي؟ لا لا خالص نهائي. زيزو اساسا خرج من الناحيه الثانيه، ما كانش في يعني ما كانش في اتجاه كابتن حسام حسن. وعايز اقول لك ان زيزو اساسا من الثالثه شمال، او من الجزء الجماهيري اللي كان قاعد في الثالثه شمال، كانوا وجهوا له تحيه كبيره جدا جدا. فزيزو حتى توجه للجماهير، فممكن ده اللي ممكن يكون باين للناس ان هو ما راحش للدكه. هو راح لان الجمهور كلهم في صوت واحد ابتدوا يشجعوا زيزو، وابتدوا ان هم يعني يوجهوا له هتافات طبعا تحيه ليه طبعا بعد ادائه في المباراه. فهو راجل توجه ليهم ووجه لهم التحيه. ده سبب ان هو ابتعد شويه وبعد شويه عن الدكه، وما راحش على طول على الدكه بعد تغييره. يعني طبعا لا، ما فيش كلام من كده خالص. طب وحكايه واحنا كنا موجودين في المباراه يعني. وحكايه مصطفى محمد انه قاعد على الدكه، يعني من اول الماتش مصر كلها بتتكلم انه قاعد احتياطي لاسامه فيصل، وكان المفروض يلعب من الاول. بص يا استاذ عمرو، على فكره دي مش اول مره على فكره مصطفى محمد يقعد بديل في منتخب مصر. يعني الفتره الاخيره مصطفى محمد طبعا اكيد في اوروبا طبعا هو لعيب كبير ولاعيب مهم ولاعيب مؤثر، ولكن في الفترات الاخيره هو مش هو مصطفى محمد اللي احنا عارفينه. في نفس الوقت هتقولي طيب ما هو يعني مصطفى محمد اكيد اسامه فيصل اللي بيلعب في الدوري المصري وبيلعب في نادي البنك الاهلي ممكن يكون يعني اداء مصطفى محمد ممكن يكون افضل منه. ولكن كابتن حسام حسن يعني ده اساسا يعني عميد المهاجمين وعميد الهدافين. الراجل ليه نظره وليه وجهه نظر في المهاجمين مختلفه عن كل الناس. هو الراجل